يا شعب اليوتيوب العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى فاكريني ولا لا؟ معكم أخوكم وائل القاطن بولاية إنديانا، يحييكم ويتمنى لكم اليوم مشاهدة ممتعة. عارف إني انقطعت فترة طويلة، وده أمر يستوجب الاعتذار، فأنا آسف جدا على هذا التأخير. بس لأن ده أمر وارد إنه يتكرر الفترة اللي جاية، فحابب بس كده ان انا اخصص الحلقة دي سريعا عشان اشرح لكم ليه الواحد بيتأخر كده. اولا كان في اسباب عارضة سببت تأخيري. يعني مثلا عندكم شهر رمضان الكريم وروتين شهر رمضان. انك تقضي شهر رمضان في امريكا او في اوروبا، فانت يومك بالكاد يكفي امرين اتنين بس، يعني العبادة والشغل، وطبعا للاسف الشغل كمان بيجي على وقت العبادة. فطبعا هنا انت بتشتغل يوم كامل في رمضان. يعني انا بشتغل 9 ساعات يوميا، فبشتغلهم في رمضان عادي جدا يعني. وده طبعا بخلاف رمضان في بلداننا المسلمة اللي احنا اتعودنا عليه. يعني مثلا كان اليوم في رمضان، اليوم الرمضاني بيقصر العمل فيه ل6 ساعات فقط في اليوم. فكان بيبقى عندك وقت انك ترجع تريح شوية، وبعد كده تقوم تفطر، بعد كده بقى تنزل تصلي القيام من غير ما تكون مضغوط بالوقت. كمان من الامور العارضه اللي منعت الواحد انه يعرف يكمل فيديوهات الفتره دي هي الحرب الدايره في منطقه الشرق الاوسط. الضرر اللي بيحصل لاهالينا في منطقه الخليج والقصف العنيف اللي كان بيحصل في لبنان، ربنا يا رب يحفظ اهلها. آه، كل دي كانت حاجات مخلياني بصراحه مش عارف اكمل محتوى. وده بغض النظر عن الانتماءات او رؤيتنا عن الصح والغلط في اللي بيحصل. فزي ما قلت لكم كان صعب ان الواحد يكمل فيديوهات عن الحياة في امريكا، خصوصا يعني انها ضالعة بشكل كبير في اللي بيحصل في المنطقة، سواء كان الضلوع ده محمود من وجهة نظر البعض، او مرفوض من وجهة نظر الاخر. فيعني انا حسيت انه مش من الملائم ان انا ارجع اكمل محتوى في الوقت ده. آه، يعني يمكن دلوقتي الحمد لله الوضع هدي شوية، و صحيح لسه ما انتهاش كاملة، ولكن قلت فرصة ان انا اطل عليكم في خلال الهدنة دي. برضو من الامور العارضة ان دماغي دي مش رايقة خالص ولا مستريحة خالص الفترة دي. يعني انا خلصت مذاكرة وخدت شهادة البكالوريوس في تخصص السبلاي تشين والاوبريشنز مانجمنت والحمد لله. وبدأت بقى رحلة البحث عن العمل المناسب للتخصص اللي انا درسته. لكن للأسف الأمور مش ماشية خالص، والاستجابة ضعيفة من قبل الشركات اللي أنا بقدم عليها. وده كان عكس توقعاتي، يعني على الأقل في الوقت اللي أنا قررت أدرس فيه. ابتديت بقى إيه أصطدم بصخرة الواقع، وإن أمزجة وميول أصحاب العمل بتتغير، وإنهم أصبحوا بيولوا أهمية أكبر للخبرة المهنية عن الشهادة العلمية. فدي من ضمن الامور اللي مستهلكه طاقتي الذهنيه خالص، وممكن ان شاء الله نبقى نعمل حلقه كده نخصصها عن رحله البحث عن العمل وايه الصعوبات اللي ممكن تقابلك. لكن في امور تانية بقى مش عارضه دائمه، هي اللي بتمنع الواحد بصراحه انه يكمل محتوى باستمرار. الامور دي هي اللي بيمر بيها اي صانع محتوى لسه في بداياته، وبيحاول يكبر قناته قدر المستطاع. شوفوا كده، يعني بصراحه اليوتيوب صعب يا اخوانا. يعني هو محتاج صبر ومحتاج استمرار، ومحتاج برضو صنعة وحرفة متمثلة في انك بتعرف تكون تصور، بتعرف تكتب سكريبت، بتعرف تختار اماكن تصوير. وده عشان يتحقق لازم يكون عندك ادوات، يعني زي كاميرا احترافية تكون لها ذاكرة او ميموري مستقلة، برنامج ايديت محترم يكون فيه اغلبه مجاني. وانا بقى للاسف بعاني من الحاجات دي كلها ومعنديش الادوات دي. يعني انا لسه بستخدم تليفوني في التصوير اللي هو الايفون 13 برو ماكس. ما عنديش كاميرا احترافية. بعاني الامرين في موضوع الذاكرة، وبضطر اقعد امسح حاجات من الاي كلاود قديمة عشان افضي مساحة للفيديو الجديد. وطبعا انا لازلت على قد في موضوع الايديت او التحرير ده، وبحاول على قد ما اقدر فيه وبزق نفسي فيه. مش عايز اقول لكم قد ايه الموضوع مستهلك للوقت، سواء في الوقت اللي بتستغرقه في كتابة سكريبت،
وده لان انا بحاول احترم وقتكم وعقلكم، عشان ما تلاقيش فيديو 45 دقيقة كله لف ودوران وهرتلة، انا اسف في اللفظ يعني، وتضييع وقت من غير ما تحصل على معلومة مفيدة، او حتى اجابة للتساؤل اللي هو عنوان الفيديو مثلا يعني. ف الوقت اللي انا بستغرقه كمان في التصوير برضو بيبقى الى جانب الوقت اللي انا بكتب بيه السكريبت بيبقى وقت طويل برضو. وكل ده انا بحاول اخترسه من وقتي القليل المتبقي من وقت الشغل اللي بيبقى واكل يومك كله هنا في امريكا. ف كل المشاكل دي كانت بتعوقني ان انا اقدر استمر. طبعا انا سامع دلوقتي فيكم حد بيقول يا اخي انت تعب نفسك ليه؟ طيب ما تجيب واحد يساعدك في الايديت، انت مصعبها على نفسك ليه يعني؟ وردي على التساؤل ده بسيط، اني علشان اطلب خدمة من حد لازم يبقى فيه مقابل مادي اديهوله، لان ده شخص هيديني من وقته وهيديني من مجهوده. وصراحة يعني وبدون خجل، العائد المادي اللي بيعود من القناة بالذات في بدايتها مضحك جدا. يعني الوقت ده لو استغليته في اني اعمل اوبر ولا دور داش هيجيب فلوس اكتر. يعني لو فرضنا ان انا عندي اوبر او دور داش يعني، لكن انا بدي لك مقارنة عشان اعرفك قد ايه هو زهيد وقليل. وعشان كده هيبقى في صعوبة اني الجأ لحد، وفي صعوبة كمان ان انا استثمر اكتر في الادوات القناه، وان انا مثلا اشتري كاميرا احترافيه او ميكروفون افضل من ده. ديكوا شفتوا مثلا انا كنت الاول بستخدم الكاميرا في البدايه بستخدم ميكروفون التليفون، اكتشفت انه بيدخل نويز ودوشه كتير، فاضطريت اغير وجبت الميكروفون ابو سلك ده. لقيت انه بيقيد حركتي وما ببقاش عارف اصور منه كويس، فجبت ميكروفون وايرلس. الميكروفون الوايرلس طلع مونو مش ستيريو، لان طبعا على قد فلوسي، فاضطريت ارجع تاني للميكروفون السلك لان جودة صوته كانت افضل. فدي مثلا نبذة عن الامور اللي انا بمر بيها. لكن خليني برضو اقول انه ده مش هيمنعني من الاستمرار، ولكن يعني هيبقى الاستمرار على استحياء الفترة اللي جاية، او على قد ما هقدر ان شاء الله احاول اعمل لنفسي جدول. لانه رغم ان زي ما قلت لكم انه الموضوع مرهق والعائد اللي بيجي من وراه مش كبير، ولكن انا اصبحت مهموم اكتر بفكرة ان انا يبقى ليا تراث على اليوتيوب متعلق بامريكا، يكون قدر المستطاع يعني تراث كده محايد، تراث بعيد عن المبالغات، بعيد عن الشطحات، بيحاول يشرح لكم صورة امريكا بشكل جيد. ده اللي انا بفكر فيه الفترة اللي جاية، وان شاء الله باذن الرحمن كده يعني يمكن بتشجيعكم ممكن الامور باذن الله تفتح معانا كده، ونقدر نعمل سيت اب جاهز كده، نقدر ايه يبقى في مكان عندي في البيت مترتب اقدر اخش اصور فيه على طول. لان انا حاليا بقعد يعني باخد وقت على ما بلاقي مكان مناسب للتصوير، باخد وقت على ما الاقي وقت مناسب للتصوير. يمكن دلوقتي الصيف الحمد لله اليوم طول، قبل كده كان الشتاء في الوقت ده الدنيا ضلمه كحل، فلازم تصور جوه. تصوير جوه ما بيبقاش ممتع ولا شيق بالنسبه لكم زي ما انا بصور كده في مكان خارجي ورايا مزرعه كده جميله زي ما انتم شايفين. ف يعني ان شاء الله باذن الله كده انتوا ادعونا ونحاول نكثف الفيديوهات المره اللي جايه. ولو الخوارزميات عملتها معايا وحجبتني عنكم دوروا عليا امريكا ان ناتشل او امريكا باختصار. وان شاء الله باذن الله يعني نقدم لكم محتوى تكونوا راضيين عنه. بس كده انا خلصت كل اللي عندي. خلينا نختم ونقول سلام عليكم.